السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة وسعادة. نصحبكم معا في حلقة جديدة من برنامج بيت توك على راديو صوت الجيل. حلقة النهاردة معذرة يعني حلقة صعبة جدا. قتل بالعمد داخل مستشفى أو مركز ألفا دكتور محمد مقبل اللي أمام نادي الشمس بألف مسكن. مقتل شروق محمد عمد وليس إهمال طبي. وليه بنقول عمد وليس إهمال طبي؟ شروق دخلت على رجليها عشان تولد، كان معاها جوزها أستاذ محمد وأمها أستاذة منال وأخواتها الأستاذة شريهان وأخواتها، وداخلة كويسة. دخلت العمليات الساعة 12 الظهر. كان الدكتورة هبة ناصف كانت هي اللي بتولدها، ولكن للأسف الشديد بعد ساعتين خرجت من المستشفى أو خرجت من غرفة العمليات وهي بتنزف، وما بلغوش أهلها أي حاجة، سابوها تنزف كده 9 ساعات كاملة. تخيلوا الإهمال وصل لفين؟ سابوها تنزف 9 ساعات كاملة ورفضوا يقولوا لهم. لما دخل جوزها وأمها وأخواتها شافوا السرير مليان دم، يا دكتورة في ايه؟ قلت لهم لا مفيش حاجة، ده هي الدم عندها السرعة بتاعته عالية، فشويتين بس ونعمل لها نقل دم وهتبقى كويسة. وخدت بعضها الدكتورة هبة ناصف هربت من المستشفى وجريت. طبعا جوزها لما شاف الحالة دي اتصل بالدكتور محمد مقبل رئيس المركز او صاحب المركز دوت. الدكتور محمد مقبل جه شاف الحالة، كانت معاه دكتورة التخدير. دكتورة التخدير قالت لازم نفتح العمليات دلوقتي حالا علشان نعمل عملية استئصال رحم ونوقف نزيف الدم. رد عليها، وده عشان كده بقول عمد مع سبق الإصرار والتراصد. دكتور محمد مقبل رفض ان هو يفتح اوضه العمليات، قلبه تحول لحجر. قال ما عنديش امكانيات، ما اقدرش افتح العمليات واستئصال لها الرحم دلوقتي وهي بتنزف. انقلوها مستشفى الدمرداش. قالوا له المستشفى مش تقبلها، قال لهم مالكوش دعوه انا هدخلها لكم بالواسطه. وفعلا اتصل بدكتور هناك في مستشفى الدمرداش وحولها على المستشفى. للاسف الشديد قعدت تنزف شروق محمد 9 ساعات كاملة. قعدت 9 ساعات كاملة تنزف في المستشفى. لما راحت الدمرداش يا اخوانا قعدت في الدمرداش هناك لمدة 4 ساعات وتوفت شروق محمد. احنا معانا دلوقتي اختها على الهواء مباشرة، اختها الأستاذة شريهان محمد، هي تحكي القصة أحسن مننا. هي المأساة عندهم، يعني صراحة الواحد مش قادر يعني يمتلك نفسه أو يمتلك دموعه للمأساة. بس ده احنا بنقول ده قتل عمد وبلاغ رسمي من عندنا من برنامج صوت الجيل لمعالي المستشار المحامي العام بإغلاق تلك المستشفى أو مستشفى الموت مركز ألفا الدكتور محمد مقبل. معانا الأستاذة شريهان في مداخلة عشان تحكي لنا القصة كاملة. اتفضلي يا أستاذة شريهان. السلام عليكم. أولا عليكم السلام. برنامج صوت الجيل بيقدم لك التعازي للأسرة كاملة، التعازي في وفاة أختكم شروق، ربنا يتقبلها من الشهداء رب العالمين. ممكن باختصار بس تحكي لنا القصة كده؟ احنا على الهوا على فكرة. باختصار شديد ان هي كانت داخله تولد مش اكتر من كده. دخلت اوضه العمليات، خرجت الساعه 12 من اوضه العمليات، فاقت من البنج، وبعد حوالي ساعه ونص ما فاقت بقت صريخ مش قادره اخد نفسي مش قادره اخد نفسي. لقينا نزيف كتير على السرير. يا جماعه في نزيف، في دم كتير. لا مفيش حاجه مفيش دكتور اصلا في المستشفى يبص عليها، مفيش غير ممرضات بس. منتهى الاهمال. بعد كده بعد كتير، بعد ساعة تقريبا او اكتر، جت دكتورة هبة بعد ما عملنا محضر اهمال ومحضر اثبات حالة ان هي كان نبضها 20 وقلبها وضغطها كان 20. المحضر ده داخل المستشفى ذات نفسه؟ محضر اثبات حالة. ايوه كملي حضرتك. جت دكتورة هبة مفيش حاجة ما تقلقوش، هي محتاجة بس نقل دم، هي عندها انيميا ومحتاجة نقل دم.
طب انت عرفتي منين؟ طب نعمل تحاليل، اصل معلش المعمل عندنا قافل، نروح نعمله تحاليل بره في مكان تاني وهاتوا له النتيجه. نروح نعمل تحاليل في معمل تاني ونجيب النتيجه. هي محتاجه كيسين ولا 3 دم. طب عندكم دم؟ انتوا المفروض مستشفى كبيره ومجهزه على اعلى مستوى انها تستقبل حالات زي دي ويكون فيها دم، مش انا اللي اروح ادور بالساعتين والثلاثه على دم لحد ما اختي تتصفى وما الاقيش دم. وبعد ما اجيب الدم ونحطه يجي الاستاذ محمد مقبل الباشا حاطط رجل على رجل ويقول ما فيهاش حاجه، فين الدم ده؟ انا مش شايف حاجه. وبعدين بعد بقى ما خلاص روحها بتطلع، تيجي دكتور التخدير تقول له في نزيف، افتح اوضه العمليات وندخلها. بعد ما لبس لبس العمليات وكان المفروض هيدخلها عمليات عشان يشيل الرحم، طلع تاني وقال لا انا مستشفى عندي مش مجهزه، لا في دم ولا اقدر اشيل رحم، ودوها الدمرداش. قلت له نوديها الدمرداش على اي اساس هيدخلونا؟ قال باللفظ كده، قال البلد دي اللي ما فيهاش واسطه ما بيعرفش ياخد حقه فيها، وانا واسطتكم وانا اللي هدخلكم الدمرداش. احنا عشان كده يا فندم بنقدم من خلال البرنامج بلاغ رسمي الى معالي المستشار النائب العام ومعالي المستشار المحامي العام باغلاق مستشفى الموت مركز الفا الدكتور محمد مقبل. محمد مقبل لازم تتقفل عشان ما حدش. مركز الفا، احنا حسينا بيه. مركز الفا الدكتور محمد مقبل في جسر السويس امام نادي الشمس، اول شارع احمد عصمت. لابد اغلاقها لانها مستشفى الموت، وده قتل عمد من الدكتور محمد مقبل والدكتوره هبه ناصر. كملي يا فندم. تقرير الوفاه طالع من مستشفى الدمرداش، تقرير الوفاه طالع نزيف حاد من اثار القيصريه ادى الى هبوط حاد في الدوره الدمويه وخلل في وظائف القلب والمخ ادى الى الوفاه. التقرير طالع كده. طب هي قعدت تنزف قد ايه يا فندم؟ من 12 الظهر عرفنا خبر الوفاه 3 الفجر. كل ده وهي بتنزف. علقنا كيس دم عند مستشفى محمد مقبل قبل ما ننزل، كانت صفه في الارض قبل ما ننزل من كتر النزيف. لا حول ولا قوه الا بالله. ما كانوش لاقيين اصلا دم ياخدوا منه عينه حتى من جسمها، بيحطوا الحقنه في الوريد بتطلع فاضيه. لا حول مش ولا لاقيين قوه دم. لا حول ولا قوه الا بالله. سابت طفلين، طفله 5 سنين وطفل عمره يوم ما شافتوش ولا خدته في حضنها عشان اهمال طبي في الاخر هتتقفل وتبقى اهمال. لا هي مش اهمال، هي حضرتك الجريمه مش اهمال طبي، الجريمه حضرتك قتل عمد مع سبق الاصابه الترصد، لان الدكتور محمد مقبل مين اللي فيها نزيف وما قالولناش انقذوها يا فندم؟ ليه سايبينها؟ ثواني يا فندم، احنا عشان كده بنقدم بلاغ لمعالي المستشار المحامي العام ومعالي المستشار النائب العام باغلاق مستشفى الموت ان ده قتل عمد، ان هو رفض يدخلها العمليات ويعمل لها القيصريه ويوقف النزيف زي ما الدكتوره بتاع التخدير قالت. ده كده هو متعمدين قتل شروق محمد، مش اهمال طبي، ده قتل عمد وليس اهمال طبي. دي قتلها مش اهمال. هم كانوا عارفين ان فيها نزيف وما قالولناش غير في اخر لحظات. طب هل حضرتك عملتوا محضر امبارح او النهارده تاني جديد؟ عملنا محضر امبارح. فين بقى؟ في اسم عين شمس. بتهموهم بردك بالقتل العمد وليس الاهمال. ربنا يصبرك يا رب. احنا على الهوا وبنجدد تاني البلاغ، بنقول ان ده بلاغ الى معالي المستشار النائب العام ومعالي المستشار المحامي العام. الجريمه دي مش جريمه قتل خطا زي ما الدكتور محمد مقبل عايز يتخيلها للناس، لا احنا دي جريمه قتل عمد، وبنطالب معالي وزير الصحه والمستشار المحامي العام والنائب العام باغلاق مستشفى الموت مركز الفا الدكتور محمد مقبل بجسر السويس امام نادي الشمس باول شارع احمد عصمت، ونتضامن مع اسره المرحومه شروق محمد مع جوزها ومع امها ومع اخواتها. ربنا يصبركم يا رب، ربنا يصبركم يا رب، وان شاء الله حق شروق مش هيروح، ان شاء الله حق شروق مش هيروح. وبنطالب ما حدش يروح يا جماعه مستشفى الموت تاني، مفيش حد يروح مستشفى الموت تاني على نفسه وعلى عياله، ما يروحش مستشفى ما حدش يروح مستشفى الموت تاني يا اخوانا. شكرا يا فندم، وخالص تعزينا الاستاذه دعاء نور ومعاكم الدكتور مجدي الناظر يا فندم، برنامج راديو صوت الجيل. شكرا لحضرتك يا فندم، السلام عليكم. زي ما حضراتكم سمعتم بالظبط كده التقرير الطبي اللي بيقول هي حاله الوفاه بسبب نزيف حاد ادى الى خلل بوظائف المخ والقلب بعد نزيف 9 ساعات. عايزين ايه بعد نزيف 9 ساعات؟ مش عارفه والله. المفروض برضو بعد الوضع ده كله ان احنا نحاول ان احنا نبقى فيه اهتمام شويه بالمرضى عشان ما نسيبهمش يوصلوا لزي شروق كده ونموت ونسيب عيال صغيرين.
يعني هي شروق سايبه طفلتين، سايبه طفل صغير، طفله عمرها 5 سنين وطفل والطفل المولود الجديد اللي هو اتولد يعني وهي توفت. ده ذنبهم ايه اللي يفضلوا من غير مامتهم؟ ده نتيجه اهمال. باي ذنب قتلت الشابه شروق محمد؟ باي ذنب قتلت؟ عشان ايه؟ ده دافعين فلوس، دافعين الافات الفلوس في المستشفى. يعني ده ما عندهمش كده لا دين ولا انسانيه. اما يكون في واحده بتموت ويسيبوها كده وتسيبوها تنزل في دمها، ده غلط. يعني احنا بنقول للدكتور محمد بقبل انت ما عندكش قلب، قلبك اتحول لحجر. الولد الصغير ما عندكش انسانيه، والاطفال ذنبهم ايه؟ انتوا ما عندكوش انسانيه ولا عندكم رحمه، انتوا بس عباره عن بنك بتقبضوا خلاص فلوس، مشغل مستشفى كحصاله فقط لا غير. ما يهمكش روح الانسان، ما يهمكش الانسان ده عاش ولا مات. ذنبها ايه دي؟ ذنبها في رقبه مين دي؟ اهلها ما يمتلكوش غير حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في موت شروق محمد. نهايه الحلقه بنطالب معالي المستشار النائب العام ومعالي المستشار المحامي العام وهو السيد الدكتور وزير الصحه بسحب ترخيص مستشفى مركز ألفا الدكتور محمد بقبل للولادة والحقن المجهري بجسر السويس عين شمس أول شارع أحمد عصمت أمام فندق السلام. بنطالب الدكاترة بالرحمة والإنسانية، الأطباء رحمة وإنسانية. اللي حصل ده لازم يكون درس لكل دكتور في مصر. لازم يبقى فيه اهتمام شوية بالمرضى ويراعوا ان في مريض وله اهل. انت حضرتك الطبيب دوت عباره عن رسول السلام، عباره عن رسول الانسانيه. مش عندما حل الموت حل الدكتور محمد بقبل او مركز الفا للولاده. عندما حل الموت حل مكانه مركز الفا دكتور محمد بقبل للولاده والحقن المجهري. شكرا جزيلا. كان معكم دكتور مجد الناظر ودعاء نور في برنامج بيت توك على راديو صوت الجيل. انتظرونا غدا الأحد إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم.